عليكم، مرحبا بكم في قناة إيزوميري. حبيت نشارك معكم اليوم فيديو خاص بطريقتي السهلة في خياطة وتفصيل مئزر المطبخ وطابلية تاع الشغل تاع الزمان. هذا ستيل تاع الزمان بالفيشي الأحمر. استعملت هنا الفيشي تاع نيلون، المقاس 80×50، والقطعة الثانية المقاس تاعها 25×40 سنتيم. قلت لكم استعملت تاع قماش تاع النيلون، علاه؟ لانه يرفد حاشاك الوسخ. هذه الطابليه ما راهيش بريستيج تاع الشغل، تاع اللي ترفد لك همك في رمضان تاع الشغل. واستعملت هنا الدونتيل تاع الشبح، حتى الدونتيل خيرته لي نقدر نغسلو. يعني انا ما نحبش هذوك الطابليات تاع الشبح اللي نعلقها ولا نلبسها غير في وقت ولا اللي تعبني في الغسيل، خاصه في الغسيل. ماذا بيا نستعمل هكا قماش خفيف حاشاك يرفد الوسخ، نغسلو ينشف نعاود نلبسها. المهم طويت القماش طويت القطعه تاع القماش على 2، عملت قوس. الارتفاع تاع الزاويه حوالي 10 أو 12 سنتيم. من بعد بواسطه رجل الماكينه ولا بيد بيش اللي يبرب القماش، البيد بيش هدايا عطيت لكم شحال من خطره الفيديو عليه، يسهل عليا الخياطه. يعني في بلاصه السورجي، اللي عندها سورجي تستعمل سورجي، انا ما عنديش، استعملت هدايا البيد بيش. نصيحه فقط باش تجيك سهله الخياطه، لازم تكوني منظمه في الخياطه تاعك، تحكمي القطعه الاولى تكمليها تفينيها، من بعد تصوتي القطعه الثانيه باش ما تقعديش تدوري ما بين هكذا وهكذا وتتلفلك. هنا راني نكمل في البرم تاع القماش، من بعد نخيطو الدونتيل في الطرف. كما قلت لكم هذه الطابليه تاع نستعملها تاع كل يوم تاع الشغل. خيرت القماش تاع النيلون، هذا بزاف اللي ما يحبوش يشروه، انا نسحقه لانه الطابليه كي تعودي تخدمي بها شغل ولا تنقاس بالزيت ولا تغسليه عادي بالجافيل ولا باي حاجه ينشف لك تمتم، عكس قماش تاع القطني يتعب في الغسيل وتقعدي تفركي فيه. المهم راني هضرت بزاف، دوك تقولوا لي تهضري بزاف. المهم نطولش عليكم، هنا راني خيطت لا دونتيل. قلت لكم خيرت هاد لا دونتيل تاني باش نغسلها تجيني سهله في الغسيل. وعملت طيات هكذايا البلياج هدايا، ما عملتش كشكشه يعني شارجي، درت فقط بلياج. بعد ما كملت الخياطه تاع لا دونتيل، هنا نعملو كشكشه في الوسط تاع المئزر باش نتحصلو هكذا على المئزر. هذا ستيل تاع الزمان يحبوه بزاف الجزائريات، وانايا بنفسي شخصيا انا نشفى امي كانت تخيط هذا النوع تاع المأزر تاع الطابليات، تخيطهم. كيفاش رايحين نديروا الكشكشه، وهي اللي علمتني كيفاش ندير هذا النوع تاع الكشكشه تاع الزمان. ايضا نخيط اولا، ندير خياطه عريضه، من بعد نجبد خيط واحد باش يتكمش لي القماش. ان شاء الله تكونوا فهمتوني، وان شاء الله تشوفوا هذه المرحله باش تعرفوا كيفاش تعملوا الكشكشه. هكذا نجبد الخيط ومن بعد يتكمش لي القماش، من بعد نجوز عليه الخياطه فوق هذيك الكشكشه اللي عملتها. هكذا كانوا يديروا زمان الكشكشه بالقماش، يعني بلا بيد بيش، يعني كاين بيد بيش تاع الكشكشه. وهكذا تحصلوا على قماش مستف مليح. هاد الغرزه يعيطولها غرزه الفل. ونجوز عليها الخياطه. بعد ما كملت كشكشه القماش، رايحه نضيف القطعه الثانيه. هنا نطوي باش ناخد المقاس، وهو المقاس يتحصلت عليه حوالي 40 سنتيم. كي نطوي القماش نتحصل على 20 سنتيم. نعمل نفس الطريقة وهي برم القماش، أطراف القماش القطعة الثانية نخيطها مع القطعة الأولى هكذا. من بعد باش نغطي الخياطة في الظهر ما نخليهاش هكذا تبان،
لا فينيسيون لازم باش تكون عندك خياطه تتعلمي تخيطي خياطه متقونه ومتحوفه ونظيفه. ناخد شريط عملته كبيد بي عملته تاع نفس القماش تاع الفيشي، درتو هكذايا طويته على 4 وغطيت به الخياطه. من بعد القطعه الثانيه الفوق في الرقبه عملت الحزام نفس الطريقه، الحزام حوالي 40 سنتيم على الرقبه وانتي شوفي اللي يخرج عليك. وعملت ايضا الحزام ما بين الجوانب عملته بالبي قطعه قماش بيضاء بالبي. وشوفي لا فينيسيون كيفاش كلش راه مغطي الخياطه ما تبانش. وهذه هي الطبليه تاعي بسيطه الصغيره البسيطه، نتمنى تجربوها. ولا عجبتكم الطريقه خلوا لي تعليق، عندي بزاف ما حطيت لكمش فيديوهات، ان شاء الله في القريب نحط لكم افكار جديده. صحه رمضانكم حبيباتي، تصوموا بالصحه والهنا، نلتقي في فيديوهات اخرى ان شاء الله. سلام.